الناس كاملين مرعوبين هذيك الايام وخايفين. علاش؟ حيت كانت كدور شي هضره باللي كاين شي شبح هذيك الايام تيهجم على الناس، وهضره دايره بالمعقول ماشي الضحك، حيت ماشي واحد ولا جوج اللي قالوا هاد الهضره، ولكن بزاف ديال الشهادات وكل شنو تيقول. توماس واحد من هذوك الناس اللي ما كانوش مسوقين لهاد الهضره اللي تدور، وتيجي هادشي هذا غير تفاهه وخرافات وتخربيق وهضره خاويه. وديك الليله وهو غادي لدار والديه، كان ديك الساعه الليل بدا تيطيح الظلام، تيتلاقى بواحد جوج مسلحين غاديين حتى هما في الزنقه، وهضروا معاه وقالوا ليه رد بالك اخويا ما تمشيش بوحدك في الليل، راه الوقت خايب هاد الايام. نفس الهضره اللي قال لي صاحبه وهو خارج من البار. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصه اللي قديمه بزاف، قصه كلاسيكيه ديال الجنون والاشباح، ولكن واقعيه ومشهوره. احداثها كتخليك تحس بحال الا كتفرج في شي فيلم ديال الرعب وداكشي ديال الزومبي ومدينه كلها عايشه الرعب، ولكن هي قصه واقعيه. وقبل ما نبداو، الا كنتي من العشاق ديال القصص الغامضه والمرعبه، القصص اللي كلها اسرار، راك في المكان المناسب، حيت هذا هو التخصص ديال القناه، وتنحطوا جوج حلقات في السيمانه. الا تيعجبك هذا النوع ديال القصص ما تنساش دير لايك وسبسكرايب. بلا ما نطول عليك، جيب شي لعيبه كتعجبك تشربها ولا تخشف بلاصتك وعيش معايا التفاصيل ديال القصه. بدينا. نهار 3 شهر 2 1804، واحد الشاب في عمره تقريبا ديك الساعه شي 22 عام، واللي كان سميتو توماس ميلوود. داك النهار كان جالس مع صحابو في واحد البار صغير كيف العاده في واحد المدينه اللي سميتها هامر سميث في انجلترا. وتيحس براسو معصب بزاف هذاك النهار، منيرفي غير بوحدو ومبرزط غير مع راسو، خصوصا انه كان واحد بنادم اللي ترونكيل اجتماعي وضحوكي. الخدمه ديالو كانت بناي، وديما مور الخدمه تيعجبو يمشي يجلس مع صحابو ويمشيو يجلسوا في هذاك البار الصغير. ولكن هذيك الليله كان تيحس براسو معصب بزاف، حتى من صحابو اللي مولف تيتجمع وتيضحك معاهم وينسى معاهم الخدمه والهم ديال الخدمه ومشاكلها. هاد المره حتى هما تعصب منهم، وهو جالس في البار وهما تيهضروا حداه وكل واحد واشنو تيقول، كيف ما تنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا قولها وضحك عليها، هضره تافهه ومواضيع من هنا ومن هنا. شويه غادي يخبط عبله بالجهد بداك الكاس اللي كان شاد في يديه، كلشي سكت، تتسمع موراه غير السقيل، وكلشي ضارب بدا تيشوف فيه. هو حس براسو بحال زاد فيه واحد شويه، حضر راسو وقال لهم اسمحوا لي راه غير معصب شويه ما ديوش عليا، وهز الجاكيطه ديالو ومشى خارج من البار. واحد من صحابو بدا تيعيط عليه وهو خارج، قال ليه توماس شوف شوف، ورد بالك برا وانت خارج، راه الوقت خايب هاد الايام. ماشي بالدارجه من طبيعه الحال، ولكن حنا تنترجموا القصه كيف ما هي. توماس ما تسوقش ليه وكمل طريقه، خرج من البار وفين غادي يمشي مشى للدار ديال والديه اللي كانت قريبه تماك، ومشى باش يجلس معاهم واحد شويه يسخن شويه قدام الشوميني، حيت كان البرد ديك الليله بزاف، بين ما يوصل الوقت ويمشي يجيب مراته من الخدمه. هذيك المنطقه ديال هامر سميث كانت ديما نورمالمون عامره بالناس والهراج وشي غادي وشي جاي، والزنقه ديما عامره، ولكن هذيك الايام ولات خاويه كتصفر. الناس كاملين مرعوبين هذيك الايام وخايفين. علاش؟ حيت كانت كدور شي هضره باللي كاين شي شبح هذيك الايام تيهجم على الناس، وهضره دايره بالمعقول ماشي الضحك، حيت ماشي واحد ولا جوج اللي قالوا هاد الهضره، ولكن بزاف ديال الشهادات وكل شنو تيقول. توماس واحد من هذوك الناس اللي ما كانوش مسوقين لهاد الهضره اللي تدور، وتيجي هادشي هذا غير تفاهه وخرافات وتخربيق وهضره خاويه. وديك الليله وهو غادي لدار والديه، كان ديك الساعه الليل بدا تيطيح الظلام، تيتلاقى بواحد جوج مسلحين غاديين حتى هما في الزنقه، وهضروا معاه وقالوا ليه رد بالك اخويا ما تمشيش بوحدك في الليل، راه الوقت خايب هاد الايام. نفس الهضره اللي قال لي صاحبه وهو خارج من البار، ودار ثاني نفس رده الفعل، ما تسوقش ليهم وكمل طريقه. وهو راه عارفهم علاش شي يهضروا، تيبغيو يقصدوا زعما ديك الهضره اللي دايره ديال راه كاين شي شبح هاد الايام تيهجم على الناس. ملي وصل للدار ديال والديه، تيلقى الباب مسدود بالساقطه من الداخل ولا الزكروم ولا كل واحد وشنو تيسميها بالدارجه ديالنا، ماشي كيف العاده الباب مولف تيكون محلول، عيسى يدور النقشه ديال السير وتيتحل الباب. دق عليهم، جاوبات اختو اللي سميتها قالت ليه شكون؟ قال لها حلي راه غير انا توماس. حلات ليه الباب وقالت ليه نيشان بلا سلام بلا كلام، قالت ليه واش شفتيه؟ قال لها شنو غنشوف؟ قالت ليه الشبح. قال لها حيد عليا خليني نمشي نرتاح، راه من هاد الهضره مناش هارب انا وجاي نرتاح انايا. المدينه كامله تتهضر على نفس الموضوع، شي جن ولا شي شبح اللي بداو تيشوفوا الناس في المقبره ديال الحي. هاد القصه ديال الشبح كيفاش بدات؟ بشي شهرين قبل تقريبا، شي واحد معروف تماك تيقولوا ليه ولد الجزار باللغه ديالهم من طبيعه الحال، كان بغى يدير شي مقلب لصحابو ولبس هذاك اللباس ديال الاشباح. ما كاينش شي تفاصيل في القصه الحقيقيه بالضبط كيفاش داير هذا المقلب هذا، المهم انه داك الشيء كان على برا في الزنقه. شافوا شي واحد اللي كان غير دايز بالصدفه وتخلع ومشى هارب، وتيحساب ليه راه شباح ديال بصح، علق مخلوع وبقى تيعاود للناس وتيحلف. ومن تماك بدات الهستيريا. البوليس حققوا في هذه القضيه هذه وعرفوا تاكدوا انه راه غير مقلب، ولكن الناس ما تيقوش، تيقولوا راه غير البوليس بغاو يطمنوا الناس.
علاش الناس ما بقاوش باغيين يتيقوا ولا يقتنعوا بالهضره ديال البوليس؟ وشنو اللي خلاهم يقتنعوا بصح بهاد القصه ديال الشبح؟ حيت كيف ما تنقولوا ملي سطح البقره تيكثروا الجناوه. ملي داك خينا قال لهم راه شفت شبح، بداو الناس حتى هما كل واحد وشنو تيقول. شي واحد خدام في المداخين حتى هو قال لهم راه شفت بعيني شبح تيغبر في الارض، يعني تيدخل في الارض. شي وحدين تيقولوا شفنا اشباح عندهم قرون، كل وشنو تيقول. والناس بعقلهم اللي كيهضروا تعطي شهادات بالمعقول اللي الا شفتيهم وسمعتيهم ما يكون عندك حتى شي خيار الا انك تيقهم. اضعف الايمان يدخلوك الشك. المهم المدينه كامله ولات عايشه هاد الحاله ديال الرعب، لدرجه ان البوليس داروا واحد المكافاه لاي واحد يشد ليهم هاد الشبح ولا يقتلو، لان الرعب ولا في المدينه. ديك اللعبه ديال سيدي نمشيو معاكم في الخط، يا قلتو شبح تيدور يلا سيدي اللي شدو غناه الله. ربما يكون غير شي واحد مجرم هو اللي داير هاد الحاله هادي كامله، تيتنكر بالحوايج ديال الاشباح ولا تيدير شي فعيل باش دار هاد الرعب في المدينه كامله. ولاو الناس تيخرجوا بالليل مسلحين، ما ربما يبان لهم هاد الشبح حاضين ديورهم في نفس الوقت تيقلبوا على الهمزه. توماس هادشي كامل ما كانش داخل ليه للراس وغير تيضحك عليهم. ويلي واش الناس بعقلها مآمنه بهاد الخرافات؟ واللي هضر معاه في هاد الموضوع تيقول ليه اودي الله يهديك راه ما كاين لا شبح لا والو. هذا غادي يكون غير شي واحد اللي سمع بالمقلب ديال ولد الجزار وناض دار بحالو وخدام تيرعب في الناس. لحد الساعة حنا مازالين في ديك الليلة اللي مشى فيها توماس لدار والديه. من بعد ما خرج من البار اختو صدعات لي راسو حتى هي بهذا الموضوع، وهو وصلات لوقيته باش يمشي يجيب مراته. خرج ومشى باش يجيبها وهو معصب من بعد ما تناقش مع اختو حتى هي على نفس الهضره على الشباح ما الشباح. وبداك العصاب اللي فيه خرج هو تيتحلف من الدار على هاد الشبح النيت. ديك اللعبه ديال الله يجعلو يبان قدام هاد الشبح هذا باش مصدعيننا. بحال خرج شي يتمشى في هذيك الليله البارده في الشارع اللي حدا الدار النيت، تتبان ليه شي لعيبه تتحرك مور واحد الشجره قريبه من الدار. الدهشر في الاول وقال مع راسو هو يمكن جابو الله، ما يكون غير داك خينا اللي تيدير هذا المقلب ديال الشبح. هو هادشي اللي تيدور في راسو، وهادشي باش مقتنع شي واحد داير هذا المقلب ديال الشبح. هادشي كامل وقع حدا الدار. مازال توماس يلاه خرج من الدار غير تمشى واحد شويه اختو كتسمع شي غوته مجهده، خرجات كتجري. وفي نفس الوقت مع الدوره ديال هاد الشارع هذا كانوا جايين شي وحدين المسلحين كانوا حاضين تما ديك الدنيا تماك. تيبان لهم شي واحد اللي طايح في الارض وفوق منه بنت حدا وجهه طايحه على ركابها. من بعيد تما قالوا صافي هذا ما يكون غير شبح والضحيه ديالو جديده. مشاو تيجريو، ملي قربوا تلقاو توماس مسكين ميت والبنت هي اختو معنقاه وكتبكي. واخا غنخليوه هنايا في هذا المشهد ونمشيو نشوفوا كيفاش وقع هذا الشيء اصلا. هاد الليله كانوا واحد المجموعه ديال الرجال من هذيك المنطقه دايرين واحد الدوريه بالليل منظمين غير الرسوم، تيدوروا مسلحين تماك حاضين ياك ما تبان شي حاجه هكا ولا هكا. اتفقوا باش يتفرقوا كل واحد وفين جالس، تيتربصوا حاضيك ما يبان هاد الشبح. واحد منهم كان سميتو فرانسيس سميت. فين كان جالس هاد فرانسيس هذا؟ كان جالس حدا ديك الشجره اللي حدا الدار ديال توماس هذيك الليله مسكين كان مازال بحوايج الخدمه، حوايج الخدمه اللي بالصدفه كلهم بيضين. والهضره اللي دايره على هاد الشبح الناس يقولوا انه كله بيض ولا تيلبس غير البيض. وعاد زيد بالليل والظلام والرؤيه ما واضحاش، توماس شاف شي حاجه كتحرك مورا الشجره وقال هذا هو الشبح. وسميت اللي مورا الشجره شاف بنادم لابس غير البيض جاي قاصد وتيجري، قال هذا هو الشبح. هز السلاح وتيرا فيه في البلاصه، وكل واحد فيهم تيقول هذا هو الشبح. هذوك صحابو اللي قلنا كانوا جايين مع الدوره جاو حيت سمعوا ضربة القرطاس والغوته ديال توماس. تيلقاو صاحبهم سميت واقف مصدوم تيتمتم في الهضره وتيقول لهم تيسحاب ليا هو الشبح لابس كلشي بيض وجاي لعندي تيجري. فرانسيس سميت تحكم بالاعدام بتهمه القتل لان القاضي اعتبرها قتل عمد حيت ما تاكدش قبل ما يضرب، ولكن موراها بشي اسابيع قليله سميت جاه عفو ملكي وتحكم غير بعام واحد بدل الاعدام. وهاد القضيه ديال الشبح دار ضجه كبيره في المدينه وبسببها تبدل القانون ديال البلاد. يعني الناس ولاو عندهم حق يدافعوا على رؤوسهم واخا يقتل كاع بالخطا الى حس بالخطر ولو يكون الظن ديالك غلط. يعني باش ما يبقى حتى شي واحد يزعم مجرد يقرب منك بشي نيه خايبه ولا يخلعك. من بعد سنين عاد باش غادا تبان الحقيقه ديال هاد الشبح. وشنو كان وقع؟ واحد السيد عنده بحال واحد المصنع صغير ديال الاحذيه ولا الصبابط، خرج واحد النهار وهو اعترف انه هو اللي كان تيدير هاد المقلب ديال الشبح، ولكن ماشي مقلب. هاد السيد شنو وقع ليه؟ كانوا عنده شي متعلمين خدامين معاه تيعاونوه في داك المحل ديالو. هاد المتعلمين كانوا تيبقاو يخلعوا في ولادو بالقصص ديال الرعب والاشباح. عيا ما يتصرع منهم هاد السيد هذا والو ما غير مزيدين فيه، تيبقاو فين ما تكون الفرصه
تيبقاو يعاودوا لولادو هذوك القصص ديال الرعب. قرر باش غادي يربيهم وينتقم منهم بطريقته. اشنو دار؟ قال لهم ديك اللعبه ديال انا نوريكم الجنون والاشباح ديال بصح. ولا تيلبس هذاك اللباس كامل بيض وتاقن هذاك الشيء مزيان، وتيبقى يدور على دوك الخدامه خارج الاوقات ديال الخدمه باش يخلعهم. داكشي باش ولاو حتى الناس مره تيشوفوا شي واحد على برا. قال لهم صافي راه هادشي اللي كاين، انا ما كانت عندي حتى شي نيه انني نادي شي واحد، وعمرني ما اديت شي واحد بهادشي. القصه ديالنا ديال اليوم كانت خفيفه ظريفه بزاف، وهادشي اللي فيها. وهكا سالات القصه ديالنا اللي خفيفه ظريفه، احداثها كتخليك تعيش بحال كتفرج في شي فيلم ديال الرعب وداكشي ديال الزومبي، ومدينه كلها عايشه الرعب، ولكن هي قصه واقعيه. الا عجبتك القصه ولا كنتي هنايا غير بالصدفه، ما تنساش دير لايك وسبسكرايب باش يبقى يوصلك ديما الجديد. وراه تنحطوا 2 حلقات في السيمانه، ونعاود نقول لك ما تنساش دير لايك وسبسكرايب. تهلا في راسك، والسلام عليكم ورحمه الله.